وفي مواكبة لهذا الموضوع نستقبل في الاستوديو الأستاذ صابر الغراوي صحفي وجريدة راية القطرية. أهلا بك أستاذ صابر، سعيد جدا بلقائك اليوم. أهلا بك يا ياسم، أنا أسعد. محمود الفضل يرفع الصوت مواجهة بازدروفيتش، يعني حتى تذكيرا كنت أنت من المعنيين بالرد غير اللائق من بازدروفيتش في المؤتمر الصحفي. نعم، أنا كنت أحد شهود هذه الواقعة، وإنجاز التعبير أحد أبطال هذه الواقعة تحديدا. بداية بس جاسم، في مقدمة استهلالية عايز أتكلم فيها بخصوص القصة ديت. الإعلام دايما هو الحلقة الأضعف في المنظومة الرياضية في قطر بشكل عام. دايما يعيش الإعلام ورجال الإعلام بين مطرقة الإدارة ومسؤولي الأندية ومسؤولي المنتخبات وبين سندان الجماهير. دائما الجماهير تتهم الإعلام بأنه يهادن الإدارات ويهادن المسؤولين في الأندية والمنتخبات، والعكس يلقى الاتهامات من المسؤولين أنفسهم بأنهم يعني يفتعلون الأزمات من أجل إشباع رغبات الجماهير. الحقيقة إن إحنا لا مع هذا ولا مع ذاك. الحقيقة إن إحنا يعني بنقدم شغلنا أو بنسعى إحنا أضعفنا أنفسنا صابر. لا، هي المنظومة فيها خلل. المنظومة فيها خلل. احنا ما زلنا بنواصل الصراع مع الطرفين. احنا بنحاول دايما في كل الوقت نثبت للطرفين ان احنا بنأدي شغلنا. احنا لما بنتعاطف مع مدرب او نتعاطف مع إدارة أندية بيكون في اسباب بتستدعي هذا التعاطف، ولما بنهاجمهم بيكون في اسباب بتاخدنا للجزئية دي. بس كانت مقدمة استهلالية كان لابد منها شيء توضيحي. الواقعة تحديدا كتفاصيل اعتقد ان الجميع يعلم جيدا تفاصيل الواقعه اللي حدثت. مفيش داعي ان احنا نسترسل فيها مره ثانيه. رجعنا بس بشكل بسيط على السيناريو، شو اللي صار؟ هي القصه باختصار بطل من ابطالها. بالفعل انا كنت احد حضور المؤتمر، وكان ليا يعني بعض التساؤلات اللي كان رد عليها المدرب. القصه بدات عقب الخساره الغريبه اللي حصلت للوكره، واعتقد ان المدرب كان فاقد توازنه بشكل غير طبيعي، وانا التمس له عذر في الجزئيه دي، ولكن العذر كمان له حدود. انا مش ذنبي انا كاعلامي انت تخسر مباراه. جميل، ده بالعكس انت مطالب في الحالات اللي زي دي ان انت ترد على اسئله اكثر اثاره واكثر سخونه، ارضاء لرغبات الجماهير الوكرويه الغاضبه جدا عقب الخساره المفاجئه. يعني متقدم 2-0 ويخسر 3-2 في الشوط الثاني، دي كانت حاجه غريبه جدا. الحقيقه كان في 3 اسئله انطرحوا بالترتيب. كان السؤال الاول مني يعني بتساءل او بسال المدرب يعني ليه انت بلغت في الدفاع في الشوط الثاني. الحقيقه كان رده اندهش جدا من سؤالي، وبيقول ان ده سؤال مش منطقي وده ملوش علاقه بالمباراه على الاطلاق، وان الفرص اللي اتيحت للوكره في الشوط الثاني اكبر رد على سؤالي. انا شخصيا ما شفتش فرص للوكره في الشوط الثاني، وشفت اكتساح لام صلال يمكن هو شاف ماتش ثاني. ده وجهه نظره. بشكله ما كان حاضر في المباراه يعني ده انا ما اعرفش. انا ممكن الناس هي اللي تفصل ما بيننا في القصه دي. السؤال الثاني كان من الزميل نجم الدين درويش في زميلنا في الوطن. قال له ما انت شايف ان ممكن تكون اللعيبه استسهلت المباراه بعد ما تقدمت 2-0؟ الحقيقه انا كمان شايفه سؤال منطقي جدا وبديهي جدا في وضع زي دوت. كان رد بازدروفيتش ان اذا كنت انت عايز تكتب كده اكتب، دي وجهه نظرك، خلاص انت حر. انما ده انا طرحت سؤال ده كمان ملوش علاقه. ده كان رد، وده كمان ملوش علاقه بالواقع وملوش علاقه باللي حصل في المباراه. السؤال الثالث اللي كان من الشرق، مين في الاخر يعني لما لقينا المدرب بيهرب من الاسئله بالشكل دوت، كان السؤال الاخير من الشرق، مين في الاخر تحمله مسؤوليه الهزيمه؟ الدفاع، المدرب، الفريق بشكل عام. فوصف يعني بازدروفيتش رفض الاجابه عن السؤال، ولما ساله المترجم ليه انت مش عايز تجاوب على السؤال ده، وصف السؤال بانه سؤال غبي. فالحقيقه دي كانت القشه اللي قسمت ظهر البعير. احنا كنا في بدايه الاسئله او في ردوده في البدايه كان عندنا استعداد نلتمس له العذر ان هو خارج من مباراه يعني متازم نفسيا، فيعني زي ما بيتقال بالبلدي كده كنا بنفوتها له. انما وصفه بالسؤال المنطقي جدا بانه سؤال غبي، دي كانت القشه اللي قسمت ظهر البعير، والحقيقه اثارت استياء كبير جدا. في فصل، ده الفصل اللي انتهى عند هذا الحد داخل قاعه المؤتمرات. في فصل تاني حصل وانا كنت شاهد عليه ايضا. الحقيقه يعني اقدم فيه الشكر في البدايه لاداره الوكره لانها اهتمت جدا اكتر من اتحاد الكره. اتحاد الكره لم يسال في القصه، وانا الحقيقه عجبني جدا زميلنا محمود الفضل انه طرح القصه، لان اتحاد الكره تجاهل الموضوع كانه لم يحدث. على العكس تماما اداره الوكره لا يعتبر الاعلام ركن من اركان اللعبه، خلينا نقول شئنا ام ابينا الاعلام ركن اساسي شاء اتحاد الكره ام ابى، شاءت ادارات الانديه ام ابت، شاءت الجماهير ام ابت، الاعلام جزء اساسي جدا في المنظومه الرياضيه، وبدون الاعلام لا تستقيم الامور بشكل عام.
الفصل الثاني في القصه اهتمام اداره الوكره. الحقيقه الكابتن احمد خميس مدير الفريق اجرى اتصال بعدد من الزملاء منهم انا، اتصل بيا، والحقيقه يعني ابدى رغبه كبيره جدا من اداره الوكره لمعرفه الموضوع بدايه والاعتذار بمعنى او باخر للصحفيين، وتهدئه الوضع ورأب الصدع يعني ما بين الاعتذار من الاداره وليس المدرب. ما بين يعني الاعتذار المدرب في حاله هم طبعا ما حضروش، والمدرب بيقول كلام والاعلام بيقول كلام، فمن حقهم ان هم يكونوا في منطقه وسط، ولكن هم كانت رغبتهم الواضح صار توضيح لكل الصحفيين بس انت اللي كنت موجود. لا الحقيقه هي كانت بدايه هي كانت مكالمه تليفونيه، وابدى فيها استعداد ان احنا يعني نلتقي في اي مكان لتوضيح الموقف. انا كان بطبيعه الحال في اليوم التالي كان عندي زياره لنادي الوكره، انا بتابع نادي الوكره تحديدا، فقلت له والله انا بديهي انا يعني بكره في النادي، فالتقيت مع المدرب يعني اقل من 5 دقائق تقريبا. هو فاجئني بان هو بيقول ان هو ما قالش لفظ سؤال غبي، واتكلم في حاجات تانية، اتكلم انه يعني بيقين كل احترام وتقدير للاعلام، وان هو بنته بتشتغل صحفيه وزوجته بتشتغل صحفيه، وبديهي جدا ان هو بيقين كل احترام وتقدير للاعلام. فقلت يعني الوقت لم يكن يسمح للمزيد من